رسمنا كتير بشكل مربع او اي شكل هندسي ولكن بشكله الصريح. عاوز بقى تتنقل نقله احترافيه شويه، تعالى ما اقول لك هنعمل ايه. نرسم وش عادي مستطيل عادي، تمام، نفس اللي اتفقنا عليه في كل حاجه، وعلامه الزائد في النص وكل حاجه، ولكن هتيجي عند الاطراف مش هتسيبها كده زوايا قايمه، هنخليها كيرف كده شويه. ومن هنا برضو بحيث يبقى شكل ايه زي بيضاوي كده، ولكن هو ايه مستطيل، هو مش بيضاوي لان من فوق ايه في اضلاع، ولكن الزوايا هي اللي ايه كيرفات. وادي الخط اللي في النص، وادي الخط اللي بالعرض. طيب الخط اللي في النص برضو انا عاوز اخليه يعني ايه مش خط مستقيم قوي كده، لكن ايه خليه ايه يعني بكيرف كده شويه زي قوس كده. وكذلك الخط اللي ايه بالعرض. وتبتدي بقى ترسم الملامح بتاعتك زي ما احنا اتفقنا. ادي العينين على نفس الخط اللي بالعرض زي ما اتكلمنا قبل كده كتير جدا. وادي المناخير في النص بالظبط. وادي بقه مبتسم مثلا. طبعا مهم جدا لما تيجي ترسم شخصية او حاجة لازم تكون محدد الشخص ده سعيد مش سعيد، بيفكر في حاجة بيعمل حاجة. طبعا الحاجات دي كلها بتفرق في رسم الملامح. تمام. طبعا بقى تفاصيل اللي جوه الوش بتبقى مثلا ايه زي الخط اللي هو جنب المناخير كده نازل عند اطراف البق، ده بيتفرد وبيتقفل مع البق، يعني هو الخط ده ماشي مع نهايات الايه الشفتين. تمام. وطبعا قلنا الايه الخط الصغير ده هو يعني زي تانية الشفة من تحت. وادي الودان على نفس الخط اللي بالعرض. تمام. نيجي بقى نعمل الشعر. في ناس لما بتيجي ترسم الشعر بتتلخبط جدا وتروح رسم ايه، يعني مثلا دي شخصيه مثلا نروح رسم الشعر عباره عن شخبطات بس فوق. بص هو الشعر عباره عن شخبطات ولكن له منبت وطالع على ما فيش. انا بسهلها لك يعني. ادي عندك قوس فوق، وادي قوس بالجنب نازل لحد عند الودن كده، وادي قوس تاني نازل لعند الودن. هنا بقى تبدأ تملى الشعر اللي انت عاوز ترسمه، بس ايه مش شخبطات كده وخلاص، لا تخليها كلها مثلا في اتجاه واحد. يعني الشعر طالع من هنا ده المنبت وطالع على ما فيش، حسب بقى تسريح طبعا ايه الشخصية اللي انت بترسمها، وحسب كثافة شعره، وحسب حاجات كتير جدا يعني لا مجال لذكرها دلوقتي. وادي الايه الشعر اللي في الجنب. بص انا بشخبط عليه زي اللي كان بيشخبط هنا اهو، ولكن انا ايه بتخيل ان الشعر طالع من المنبت ده وطالع على ما فيش كده. طبعا اللي بقوله ده مش كلام علمي خالص، بس احنا بنحاول ايه نبسط الدنيا على قد ما نقدر، بنحاول يعني نخليها يعني سهلة جدا، ونفتكرها كده بحاجات تكون سهلة وبسيطة. يعني عارف انت راسه كده عاملة زي الأرض الزراعية كده، عارف لما تيجي ترسم زرع مش بتعمل شخبطات كده وخلاص، لا بيبقى ايه الزرع ده طالع من الأرض وطالع لفوق. حسب بقى ايه الشعر. طبعا مش لازم تمشي على أطراف القوس بالظبط، ممكن ايه تيجي لقدام شوية من هنا، ممكن تخف من هنا، يعني حسب بقى اللعب بتاعك. نعمل يلا من عند السوالف اللي هي بتبقى قدام الودان. طبعا منطقة الدقن بخف ايدي وانا برسمها. منطقة الدقن دي بتبقى القوس ده. طبعا دي منطقة الشنب اللي هي بتبقى تحت المناخير على طول. بس ولا تلخبط نفسك ولا تقعد ايه ترسم شعر في اي حتة ما انتش عارف انت بترسمه ازاي وخلاص. او تخيلها كده قوس كده جاي من هنا لهنا، من عند الودن دي لعند الودن دي، من تحت ايه من تحت الشفة دي. بس نعمل له بقى الكتف كده ونعمل له مثلا قميص. طبعا الحاجات دي ما تكتفيش بانك يبقى عندك معلومات او انت عارف تتعامل ازاي وخلاص، لازم طبعا تمارس بايدك، لان انت لما تيجي تمارس بايدك هتكتشف ان الموضوع مش بالسهوله زي ما انت كنت بتتفرج عليه شفوي كده.